الكابتن الكبير رضا عبد العال اللي شغال دلوقتي محلل أداء في قنوات الرياضة المصرية له تصريح مهم جدا. قال فيه إنه كولر مدرب عادي جدا، بل إنه ملوش فيها، بدليل إنه قعد 3 سنين في البيت. أنا كمشجع أهلاوي، ويمكن من المرات النادرة أو المرة الوحيدة اللي بتفق فيها فعلا معاك يا كابتن رضا، كولر فعلا ملوش فيها، واحنا ما بنشوفش منه اي حاجه ولا له اي تاثير في المباريات. هم لعيبه الاهلي اللي بيلعبوا وبيكسبوا زي ما انت بتقول، هو ايه كل دوره يعني؟ واقف لي على الخط يكتب لي في ملاحظات. احنا في ماتش كوره ولا في محاضره جامعه يا كابتن؟ انت جاي تحضر محاضره هنا، ما تتفاعل مع اللعيبه بتوعك، ما تديهم خططك واوامرك، بس تكتب ملاحظات وعندك إشارة واحدة بتعملها لهم على طول، بتعمل لهم كده احنا مش فاهمين ايه، اللعيبة نفسهم مش فاهمين هي ايه. يا كابتن كولر اتعلم ازاي تتفاعل مع اللعيبة بتوعك. مش عارف يا اخي، قول للكابتن اسمه ايه اللي انا عمال اتكلم عليه، تكنيلة ما حدش فاكر اسمك، الكابتن اللي بتكلم عليه، اسأله وهو يعلمك ازاي تتفاعل مع اللعيبة بتوعك. ولا اقول لك تسأله ليه؟ اوريك انا تتفاعل مع اللعيبة بتوعك ازاي. اتفضل شوف. ايوه اتفاعل مع اللعيبة كده، بقول لك انت تتفاعل مع اللعيبة كده، واحنا هنتفاعل مع التفاعل بتاعك احنا كمان، وهيبقى التفاعل بالشكل ده. علم بقى يا كابتن كولر، ما تجيب لناش الكلام. سلام.